يا صباح الهنا والرضا على عيونكم، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. هنسمي الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هبتدي اليوم معاكم النهارده، هخطفوا كده خطف معاكم. بمعنى ايه اخطفوا خطف معاكم؟ الاول طبعا هرحب بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. وعايزه طبعا ان انا اشكركم. بصوا يعني من هنا لحد السنه الجايه مش هيقضي على كلامكم الطيب ليا، على دعواتكم الحلوه ليا. يعني يا رب كده يجعلها في ميزان حسناتكم. المهم انا خطفتكم الخطفه الحلوه دي بايه بقى؟ طبعا بوصفه حلوه قوي قوي. الوصفه دي تحفه جدا. لو مش عايزه تقفي في المطبخ اعملي الوصفه. الفراخ دي غسلتها كويس قوي، شطفتها، شلت منها الزوايد كلها، عملت لها فتحات من فوق الجلد كده. تمام. هحشيها بقى، عندي بصلتين 3 كبار كده. هحط عليه بقى شويه التوابل بتاعتي، يعني معلقه من كل حاجه زي ايه؟ يعني معلقه توابل مشكله، معلقه بابريكا، معلقه كبيره ملح، شويه فلفل اسود، معايا واحده حبهان هاخدها كلها لان هي بصوا يعني ايه صغيره مش كبيره يعني. انا قلت حبهان صح؟ لا دي جوز الطيب، انا غلطت. طماطمايه هبشرها برضو على التتبيله دي كلها. بقت معايا التتبيله بالشكل ده، بصل مبشور، طماطمايه مبشوره، توابل بقى جوز الطيب، حبهان، ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله، بابريكا. عايزه تحطي انت اكتر من كده او عايزه تزودي بهار معين حطي، لكن انا اكتفيت بالبهارات دي. تمام. حطيت بقى التتبيله عليها وطلعت بقى بالشكل ده. هسيبها مش اقل من ساعه في التتبيله دي. على فكره انا هعملها على يعني في صينيه كده على البوتاجاز، مش هحطها على شوايه او مش هشويها ولا اي حاجه، لا خالص. عامله بطريقه حلوه قوي وسريعه قوي ومنجزه قوي في نفس الوقت. بصي بقى انا حبيت اعمل ارضيه للفراخ، انا كنت هحطها كده من غير حاجه يعني، لا بس انا حبيت ان انا اعمل لها ارضيه. دي بقى الخلطه دي هتتاكل قبل الفراخ، يعني بالطريقه اللي انا عاملاها. تمام. نفس التوابل اللي انا حطيتها هنا هحطها هنا، بهارات مشكله، بابريكا. كنها يعني ايه نص ساعه ربع ساعه كده. هعمل طبعا جنبها صينيه رز معمر. بصي ده كيلو رز مغسول ومتصفي كويس قوي، حطيت عليه شويه الملح او الملح بتاعه المظبوط يعني، مع شويه سكر. انا بحب احط شويه السكر مع ايه، مع الملح، مع معلقه سمنه كبيره او زبده عندك حطي. تمام. هقلب بقى الرز كويس قوي. لازم الخطوه دي، ما بحبش انا احط بقى اللبن وبعدين انزل عليه بالزبده او السمنه، لا لا خالص. انا بحب ايه اعمل كده، لازم اغلف الرز كله، كل حبايه رز تتغلف بالسمنه او بالزبده اللي انا حاطاها. اقلب كويس قوي. بعد ما اخلص هنزل عليه باللبن، هنزل عليه بقى باللبن. سبق وقلت لك كل ما بزود اللبن على الرز هيديني نتيجه حلوه. بسم الله. ده لبن بلدي. بصي القشطه بتاعته ما شاء الله، ده كده بخيره. بسم الله. ابيض والافضل رز بشعريه. تمام. لان هتطلع منها صوص حلو قوي قوي. فهم كانوا طالبين رز معمر، لاني بقالي فتره كبيره جدا ما عملتش رز معمر دي. عملت بقى صينيه الفراخ زي ما انت شايفه طالعه بقى يعني بالشكل ده. بصي الصوص ده عايزه فعلا رز بشعريه او رز ابيض. تمام. الكاميرا يا جماعه ظلمت صينيه بجد. بصي وصفه سهله جدا، اكله منجزه جدا، والهنا والشفا. ولو وصلتي لحد هنا من غير ما تحطي الاشتراك بتاعك، انزلي حطي الاشتراك بتاعك وحطي اللايك الجميل بتاعك ودعوه حلوه بقى من قلبك. وعشان اقول لك ولكن بالمثل. اشوفكم على خير في فيديو جديد. وبصي بقى واحلى صينيه فراخ في الفرن واحلى صينيه رز معمر تحفه جدا جدا. حاولي تجربي الاكله دي. الحر ده عايز الاكل النواشف ده. يعني هنبعد شويه بقى عن التسبيكات. الفراخ خدت سواها كله على البوتاجاز من فوق. بصي نزلت بقى في الفرن. عايزه اقول لك تحفه بجد بجد تحفه، بالطريقه اللي انا عملتها او بالتتبيل او بالتوابل اللي انا عملتها او بطريقتي اللي انا عملتها. دي طعم حلو قوي قوي. طبعا بصي الصوص بقى تحفه قوي قوي قوي. بصي بتتقطع ازاي، حلوه قوي ما شاء الله. نزلت بقى طبعا الرز المعمر. بصي بقى ولا